في أول أيام عيد الأضحى المبارك وفي يوم 30 ديسمبر 2006 تم إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، واللي خبر إعدامه كان صدمة ومسار استنكار من الأوساط العالمية والعربية. البعض كان بيشوفه زعيم وطني والبعض التاني كان بيشوفه ديكتاتور. صدام كان بطبيعته شخصية بتحب إنها تظهر، وكان من الشخصيات البارزة والملتهبة في السياسة العربية على مدار سنوات حكمه للعراق. اتولد صدام حسين سنة 1937 في قرية العوجة بمحافظة صلاح الدين بالعراق، وتولى صدام حسين حكم العراق من سنة 1979 لحد 2003. ومفيش شك ان فترة حكمه كانت مليئة بالأحداث الملتهبة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. النهاردة هكلمكم عن محطات في حياة صدام حسين من أول ما اتولد لحد ما تم إعدامه. هنقول مين هو صدام حسين وإيه هي أهم إنجازاته في بداية حكمه للعراق. كمان هنتكلم عن سياسة صدام حسين القمعية، وهنتكلم عن ازاي تم اعتقاله وازاي كمان تمت محاكمته اللي كانت محطة اهتمام من العالم كله، وازاي كمان تم اعدامه. يلا بينا عشان الحلقة دسمة جدا ومليانة احداث. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك عشان يوصلك كل جديد. انا محمد الخطيب وانت بتتفرج على حقيقة في كتاب. يلا بينا. صدام حسين عبد المجيد التكريتي، اللي معروف بداعي العظمة رغم انه من اسرة فقيرة. في 28 ابريل سنة 1937 بالتحديد في قرية العوجة بمحافظة صلاح الدين بالعراق اتولد صدام حسين لأسرة على قد الحال قوي. ومن اول ما اتولد والمصايب مش سايباه في حاله، اتولد لقى نفسه يتيم الاب، مات ابوه قبل ولادته ب6 شهور. ولانه من اسرة فقيرة امه صبحة الفاح اخدته وراحت على بيت ابوها، وافتكروا اسمها كويس انه هنحتاجه بعدين. وبعد فترة قصيرة مات ابوها هي كمان، وما كانش قدامها غير بيت اخوها خير الله. وبعد فترة اتجوزت من فراش قريبها، وهنا بدأت المعاناة الحقيقية لصدام الطفل اللي لقى جوز امه بيعامله بكل قسوة وعنف، ما بين ضرب ما بين اهماله في تعليمه حتى تشغيله، انه شغله راعي غنم وقت ما كان عمره 5 سنين. في الوقت ده مات اخوه من ابوه بالمرض، وعلشان كده جوز امه اداله شيرة بطيخ قال له اطلع بيعها. طفولة كلها عذاب في عذاب لحد ما كبر صدام شوية وهرب على بيت خاله خير الله الفاح، وده كان بيحبه جدا، كان ضابط في الجيش العراقي في الوقت ده. وبدأت حياة صدام بتعدل شوية، وخاله وابنه عدنان رجعوا للتعليم مرة تانية، واللي كانت مرحلة مش سهلة ابدا على صدام بسبب انه كان كبير جدا عن زمايله اللي في نفس المرحلة الدراسية، وده اللي عرضه لكتير من التنمر منهم. وفي مرحلة شبابه انضم صدام حسين لحزب البعث العربي الاشتراكي، واللي كان تحت قيادة عبد الكريم قاسم. ومن هنا بدأت مسيرة صدام السياسية. وفي سنة 1979 تولى صدام حسين حكم العراق بعد انقلاب عسكري دموي، ومن هنا بدأت الحكاية. ومع بداية تولي صدام حسين الحكم في العراق بنى مدارس ومستشفيات وسعى لتطوير البنية التحتية وكمان دعم الاقتصاد. على مستوى التعليم أنشأ الكثير قوي من المدارس في كل أنحاء العراق، اللي رفع بيها المستوى التعليمي لكل الفئات الشعب العراقي. ووفر خدمة صحية محترمة جدا بأنه بنى كثير من المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية، وأنشأ الكثير من الطرق في الأماكن النائية واللي ربطت كل العراق ببعض، وده اللي سهل حركة التنقلات في كل أنحاء العراق. ووفر مستوى تعليمي كويس، ووفر صحة كويسة، اشتغل على الصناعة واهتم بتعزيز القطاع الزراعي ونمى فيه كتير، وأمده بأحدث طرق الزراعة والري، وده ساعد إن يحصل زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي وإن في توافر للأغذية داخل العراق، وحسن كتير في البنية التحتية الكهربائية، بقت الكهرباء متوفرة في كل أنحاء العراق، وده جزء من الإصلاحات الاقتصادية اللي عملها صدام حسين في بداية حكمه. بعد توليه للحكم سنة 79 ب6 أيام عمل اجتماع وسماه مجلس قيادة الثورة، وكمان خلى مذاع على الهواء مباشرة وجاب فيه زميله محيي عبد المحسن، وده سكرتير مجلس قيادة الثورة، وكان باين عليه انه متعذب انه تعبان، وطلعه على المنصة وقال
انا جاي اقول كلام بكامل ارادتي ومحدش ضغط عليا، ده بسبب ان ضميري صحي واني لازم اعترف. انا و68 من قيادات المجلس تأمرنا على الثورة، وده كان بدعم من الدولة السورية، وفورا تم سحبه هو وال68 من قاعة الاجتماع على الهواء. اقول لك العجيبة، تمت محاكمتهم في نفس اليوم واصدر حكم باعدام 22 واحد منهم. الواقعة دي اتعرفت باسم عملية التطهير. مع مرور وجود صدام حسين في الحكم تحولت سياسته لسياسة قمعية سلطوية، وكان خلالها في انتهاكات كتير لحقوق الإنسان، أو ما كانتش في الحسبان أصلا حاجة اسمها حقوق إنسان. تعالوا نشوف عدد من الوقائع اللي بتأكد كلامنا ده. سنة 1988 حصلت مجزرة اسمها مجزرة الأنفال في إقليم كردستان بالعراق، ودي من كتر ضحاياها كانت بتسمى بالإبادة الجماعية. القتلى بتوعها كانوا بالآلاف من الأكراد العراقيين، واستخدام الغازات السامة والقنابل، ودمر الإقليم بشكل كامل. وده كان كله هدفه إعادة سيطرة العراق على إقليم كردستان. وسنة 1990 حصل الغزو العراقي للكويت بأمر من صدام حسين، وده كان أحد أسبابه أغنية أنتجتها الكويت بتقول فيها صبحة، وصدام حسين اعتبرها إهانة ليه ولأمه، واحتل الجيش العراقي الكويت لمدة 7 أشهر. والغزو ده كان مرفوض بشكل عربي وبشكل دولي، واتدخلت قوات دولية عشان تطرد القوات العراقية من داخل الكويت، وبالفعل نجحت في ده. وخلال فترة حكمه قامت الكثير من الانتفاضات من الشعب، إلى أنه واجهها بكل قوة وحزم، واستطاع أن يسيطر على الأمور حد 2003. ومع كل انتفاضة كان بيتهجر الكثير من العراقيين اللي بقوا نازحين في بعض الدول المحيطة ولاجئين في الدول الأوروبية. فبسبب سياسته القمعية اللي محدش يقدر ينكرها، تعرض العراقيين خلال عهده لمعاناة جسيمة. وهنيجي بقى لأهم جزء في الحكاية، احتلال الأمريكي للعراق وإزاحة صدام حسين عن الحكم. قهوتك الجميلة وركز بقى معايا، عشان النقطة دي هي اللي فيها خلافات كتير. ازاي أمريكا رتبت لاحتلال العراق بعد حرب الخليج الثانية، اللي هي احتلال العراق من الكويت والتدخل الدولي لإخراج العراق من الكويت، ده كان بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل انسحب الجيش العراقي من الكويت، ولكن بعد تحرير الكويت تم محاصرة العراق بشكل كامل، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو حتى جويا، بيدمروها بس على الرايق. وكانت الأردن بالتحديد ميناء العقبة هو المنفذ الوحيد للعراق اللي تقدر تصدر أو تستورد من خلاله البضاعة اللي هي محتاجاها، إلى أن المنفذ ده فضل مفتوح طول فترة الحصار، وتراجعت الصحة والتعليم والبلد بدأت في الانهيار. وفي الفترة دي حصلت كارثة من أكبر الكوارث اللي حصلت في تاريخ البشرية، واللي كان أثرها الإنساني على العالم كله أكبر مما تتصور. وفاة 1.5 مليون طفل عراقي من سوء التغذية، أو نقدر نقول من الجوع. خلال فترة الحصار دي أمريكا بتحاول بأي شكل إنها تدخل للعراق. وفي سنة 1993 حصل محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي بوش الأب، وده كان أثناء زيارته للكويت، واتهمت طبعا المخابرات الأمريكية العراق إنها ورا العملية. وكرد سريع على العملية قام الجيش الأمريكي بقصف المخابرات العراقية ب27 صاروخ. وهكذا بقى كل شوية اتهامات بدون أدلة ولا براهين، والغرض إنهم بيمهدوا وبيبرروا اللي أمريكا هتعمله قدام شوية في العراق. ومشي بوش الأب من الحكم، وبدأت الدنيا تهدى شوية، لأن جه رئيس أمريكي جديد، وفي سنة 1998 أصدروا قانون تحرير العراق، وكان كل هدفه إنهم يزيحوا صدام حسين من الحكم. طب ده إزاي؟ عن طريق إنهم اتهموا العراق إنها تملك أسلحة دمار شامل. قال لك إن صدام يملك أسلحة كيماوية ونووية، وإنه جاهز إنه يدمر العالم في أي لحظة. وبدأوا يزرعوا الفكرة وينموها في كل العالم. سنة 2000 ولا بوش الابن حكم أمريكا، قال لك الله هكمل مسيرة بابا بقى. ومن وقت ما مسك وهو بيدور على طريقة يدخل بيها العراق، لحد ما جات له فرصة، ومش أي فرصة، دي فرصة على طبق من ذهب. في سبتمبر 2001 تعرضت أمريكا لهجمات إرهابية استهدف فيها برج التجارة العالمي ومبنى البنتاجون وكمان البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي. أكيد معظمنا عنده فكرة
وشاف الصور بتاعت الأحداث دي. ووقتها أمريكا اتهمت تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن إنه ورا الهجمات. تيجي جريدة عراقية وتقول تفجيرات 11 سبتمبر هذا ما جنته أمريكا، وده كان المنشط الرئيسي. شماتة عراقية في أمريكا عيني عينك، وطبعا أمريكا مش هتعديها. ورجعت تاني الأنظار تتجه للعراق، ورجع يحوم الشك حواليها، وأمريكا بتغذي الشك ده، بل إنها بدأت تربط الأحداث إن العراق شريكة أو دعم للهجمات الإرهابية دي. وقال لك إن في علاقة كبيرة ما بين العراق ما بين تنظيم القاعدة، وكان مطالب أمريكا إنها محتاجة إذن من حلف الناتو عشان تدخل العراق، تتأكد من وجود أسلحة دمار شامل من عدمه، لأن قوتين كبار في الوقت ده رفضوا الطلب الأمريكي، وهم ألمانيا وفرنسا، وقالوا لا، احنا نبعت مفتشين يتأكدوا إذا كان في أسلحة أو ما فيش، ولو في أسلحة من حق أمريكا وقتها إنها تدخل. وفضلوا يفتشوا شهور بدون ما يلاقوا حاجة ولا يوصلوا لنتيجة أو أي دليل إن في أسلحة بالدمار الشامل في العراق. رجعوا لبوش، وده كان ردهم عليه: لم نجد دليلا أو مؤشرا معقولا لإحياء البرنامج النووي العراقي، اللي هو بالعربي الجماعة دول عندهم النية لكن لا عندهم القدرات ولا الإمكانية إنهم يعملوا أسلحة دمار شامل ولا حتى كامل. أمريكا تسكت على كده؟ طبعا لا، عملت حملة إعلامية ضخمة عشان تغزو بها العراق، وبالفعل حصل تصويت وأكثر من نصف الشعب الأمريكي وافق على غزو العراق. وفي بداية 2003 يطلع وزير الخارجية الأمريكي في مركز الأمن الدولي ومعها عينة من العينات، وبيقول إنها عينات من مركز تصنيع الأسلحة البيولوجية في العراق. وهنا بقى تلاقت المصالح، ووقفت دول كتير جدا مع أمريكا في غزوها للعراق، وتحققت المعادلة الصعبة اللي كان بيدور عليها بوش، وهو موافقة الشعب والحلفاء. وبقى خلاص مسألة غزو العراق هتحصل، هي شوية وقت للترتيبات. وطلعت مظاهرات في دول كتيرة جدا الشعوب فيها بترفض الغزو والدمار اللي معروف انه هيكون نتيجة دخولهم للعراق. وفي 17 مارس 2003 طلع بوش الابن في خطاب بيطالب فيه الرئيس العراقي صدام حسين بانه يغادر العراق خلال 48 ساعة. وبالطبع شخصية صدام هيرفض الكلام ده، وطلع بخطاب أعلن فيه تمسكه بمكانه وبقائه في بلده. وفي 19 مارس بعد انتهاء المدة اللي حددها بوش الابن لصدام حسين لترك السلطة ومغادرة العراق، أعلن بوش وقتها بداية الغزو الأمريكي للعراق، وبدأ القصف الجوي والصاروخي لكل المنشآت المهمة والحيوية في العراق بدعم ومساندة كتير من دول المنطقة. وبعدها بدأ الغزو البري لجمهورية العراق، وكنتيجة للحصار الطويل اللي فرضته أمريكا بعد حرب الخليج الثانية على العراق، كان الشعب العراقي منهك وفقير، فبدأت المحافظات العراقية في السقوط الواحدة تلو الأخرى. ويوم 9 أبريل 2003 سقطت العاصمة بغداد، وأسقطوا تمثال صدام حسين كدليل على انتهاء حكمه وحقبته الزمنية في العراق. بس وقتها ما كانش صدام ولا أولاده موجودين في بغداد. وبعد 8 شهور من دخول القوات الأمريكية للعراق، وطول الوقت ده والقوات بتدور على صدام حسين، قدرت القوات الأمريكية إنها تعتقله في 13 ديسمبر سنة 2003. وهنا بدأت محاكمة صدام حسين لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. تفاصيل محاكمة صدام دي عايزة حلقة لوحدها، ننقل لكم بس فيها ردود فعل صدام حسين على المحاكمة الهزلية اللي حصل. نيجي بقى للحكم. بعد انتهاء عملية المحاكمة اللي تمت بإشراف أمريكي، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمها بإعدام صدام حسين وعدد من المسؤولين الآخرين. وده كان الحكم النهائي اللي صار بسببه كتير من الجدل بين الأوساط القانونية والسياسية في العراق وبره العراق، وحصل انقسام ما بين عدالة المحاكمة وجدية الأدلة. ناس تأيد وناس تعارض، وناس شايفة إن صدام اتظلم، وناس تانية شايفة إنه يستحق. ولو أنت محتاج تسأل نفسك سؤال واحد عن مدى عدالة العملية القضائية: وهل تم توفير المناخ المناسب للمحاكمة؟ وهل تم توفير الضمانات القانونية اللازمة لإرساء العدالة؟ وتم تمكين صدام
ورفاقه من الدفاع عن نفسهم بشكل كامل، وهل الأدلة اللي اتقدمت كانت واضحة وصريحة، هل تم تنفيذ الحكم بشكل ملائم وفقا للمعايير القانونية والإنسانية. كفاية إن أقول لك إنه اتعدم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وده مسلم ودول أشهر حرم. وفي النهاية يظل الجدل حوالين عملية محاكمة صدام حسين والحكم اللي صدر فيها محل جدل واختلاف بيحتم علينا كمجتمع إننا نحاول نفهم القصة ونشوف الموضوع من كل زواياه وبرواياته المختلفة لفهم القضية بشكل كامل. ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات، وانت شايف صدام حسين ظالم ولا مظلوم. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا في الحلقة دي وقدرنا نفيدكم ولو بمعلومة. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى، واستنونا في حلقاتنا اللي جاية.